شعري ضعف قوي ومش بيطول، جربت زيوت وحاجات كتير بس ما فيش حاجه جايبه نتيجه. انا نفسي من بدري قوي اتكلم في موضوع الزيوت ده، وبالذات هو معرفش ليه متصنف انه بيطول الشعر. يعني الناس بتتكلم دايما انا شعري ما بيطولش، وحطيت على فكره كل الزيوت، يعني بتيجي تقولي كده انا حطيت زيوت كذا وكذا ومش بيطول برضه. هو اساسا جت منين حته الزيوت بتطول؟ هي الزيوت ما بتطولش الشعر مبدئيا، والزيوت مش المفروض ان انا استخدمها على فروه راسي، ودي نقطه مهمه قوي، لان على فروه الراس الزيوت الكتير بتدخل في اكزيما دهنيه، وده شخصيا بيعمل تساقط. تمام. طيب يبقى انا الزيوت دورها ايه؟ بستخدمها على الشعر نفسه للترطيب، دي النقطه الاولانيه. طب هل انا لما بستخدمها على الشعر نفسه ممكن يطول؟ الحقيقه ايوه. جت منين بقى؟ الناس اللي شعرها متهالك او متقصف، الزيوت فعلا بترطب الشعر، ممكن تعمل كوت يحمي الشعرايه نفسها، وبالتالي مع الانتظام عليها وانا عالجت التقصف والمشكله اللي في الشعرايه دي، يبتدي الشعر يرجع لصحته ويبتدي يطول معايا. من هنا جت الحته دي. ولكن هي بقى قاعده بتستعمل في زيوت، الفكره بتستعملها صح ولا غلط؟ والفكره الثانيه، وشعرها مش بيطول ليه؟ ما هو عدم الطول ده ليه اسباب كتيره. ممكن يبقى ما بيطولش بمعنى ان احنا في عيلتنا كلها خلاص هو الشعر بيوصل لطول معين، هنا خلاص يا جماعه مش هيزيد عن كده، ده جينيتيكالي كده احنا شعرنا ما بيطولش عن الليميت ده. ممكن يبقى ما يطولش نتيجه نقص عناصر معينه في جسمي، او في مشكله عندي عضويه، يبقى في الحاله دي محتاجه تاخد العلاج المناسب للنقص ده.